في لحظة ما سمعت الصريخ نبضات قلبي بقيت سريعة جدا. خرجت من الحمام بسرعة عشان أشوف إيه اللي حصل. اتصدمت من اللي شفته. لقيت فرد الأمن اللي وقفته مكاني لما رحت الحمام واقع علي الأرض وفاقد الوعي. ولقيت فرد الأمن اللي كان نايم قاعد وضامم رجليه وحاطط إيده علي وشه وبيقول وهو بيبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضل يقرر الآية. جريت عليه وقلت له إيه اللي حصل. مردش عليا وفضل يبكي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان باصص ناحية باب غرفة الجثة. كلمت الدكتور أشرف وحكيت له علي اللي حصل. وبعد شوية جه اللي صدمني هنا وخلاني اترعبت إن فرد الأمن اللي كان واقع علي الأرض مات. هنا تفكيري اتشتت وقلبي حسيته وقف أول ما سمعت اللي قاله الدكتور لما كشف علي فرد الأمن. قولت للدكتور أشرف معلش يا دكتور أنا همشي وارجوك بعد اللي حصل ده أنا مش هقدر أكمل الجثة ده وراها حاجة مش طبيعية. الدكتور أشرف رد عليا وقال تامر مش انت اللي تقول كده ولا تخاف من حاجة تافهة زي كده، انت أجمد من كده. حسيت انه بيثبتني بكلامه ده. قلت له يا دكتور يعني بعد اللي حصل ده وبرضه مش مصدق. الجثة ده يا دكتور بيقول لك ان الجن غضب عليها فحرقها جوه الحمام. وبيقول لك قبل ما الجثة تموت كانت بتواجه صعوبات كتير وكانت برضه من الجن. الدكتور قال يا تامر يا حبيبي كل الكلام اللي بتقوله ملهوش أصيلة بالحقيقة. هنصدق الجهل ده ونسيب العلم. وبعدين الجثة ده آخرها الليلة وبعد كده هتدفن. ويا سيدي ده آخر مرة هقول لك فيها اقعد إن حصل حاجة تاني أبقى امشي. وبعدين أنا مش عايزك تنسي الشهر إجازة. مش عارف ليه وافقته زي كل مرة. قعدة حراسة وقلت ده آخر ليلة وهتعدى إن شاء الله. بس المرة ده قعدة حارس الغرفة ده بتاعة الجثة لوحدي. كنت جايب سحور معايا حطيت السحور ولسه هبدأ أكل سمعت صوت خبط في الغرفة. أنا أول ما سمعت صوت الخبط قلبي وقف وسبت اللي كان في إيدي ووقفت علي حيلي. كنت بحاول اسمع صوت الخبط ده وقربت من الباب. كنت سامع صوت تلاجة بتفتح من التلاجات. جسمي ما كنتش عارف أسيطر عليه وقلبي بيدق جامد. وفجأة الصوت سكت. قعدت شوية بتصنت إن كان في صوت تاني لكن ما كانش في صوت. قعدت تاني عشان اتسحر بس قلقان برضو. فجأة لقيت حد بيحاول يفتح الباب من جوه وبيحرك. أوكرت الباب ولقيت دخان خارج من تحت الباب. في اللحظة ده ما حستش غير وأنا بجري بأقصى سرعة وبخرج من المشرحة. ولاحظت وأنا خارج بدخان كتير خارج من المشرحة. روحت البيت وقفلت الباب وكنت حاسس إني بردان وجسمي بيترعش ومراتي كانت بتغطيني وبتسألني إيه اللي حصل. قعدت شهر كامل في البيت خايف أخرج وكانوا بيجبولي شيوخ وبيقولوا ده ممسوس. كنت بشوف في الغرفة بتاعتي جثة محروقة. كنت بصرخ لما كنت بشوفها. حسيت إن الجثة واللعنة اللي وراها مش عايزين يسبوني. ويمكن دلوقتي بقيت كويس شوية لكن إحساس الخوف لسه موجود. انتهت.